الخامة تقبل، الخامة تقبل، الخامة تقبل. مسمى مصلحي وزير المخابرات هذا الأخرق، أنا ما شايف مخابرات واحد معمم. هواية شتم. لا مو شتايم، هذا أقل ما يصفون به. هذا كذا ذاك اي كذا طبعا. هذا كذا. ايش بيها الخطابات يعني؟ هواية اكو خطابات شبيها قول لي الخطاب. أنا راح أقول لك. قول لي. الجمعة الماضية اي خطيب الفلوجة أعتقد يقول من ضمن ما يقوله نذلكم خطيب الرمادي أي نذلكم ونخضعكم من جديد. المن يقصد؟ ميليشيات إيران يقصد غير؟ ذول الصفويين نقصدهم احنا. من هم الصفويين؟ هم عملاء إيران. طيب. والأكراد. الكل الآن بدأ يشخص حجم الخطر الشيعي. وشوف بالجنوب الآن ده يصير شكاوى حجم الخطر الشيعي؟ عفوا الخطر الإيراني. هذا ما في قلبه. لا ماكو قضاء. يعني هسه ما عندنا قضاء وما عندنا عملية سياسية وما عندنا سياسيين، شو مبقيك بالبرلمان؟ سؤال وجيه. هسه ما نظام بالبرلمان. احنا دخلنا شو بس ما استقاليت. شو انا استقيل؟ ان شاء الله بعد الحلقة روح الاعتصام. زين. اخذك هناك. طيب. حمايتنا. طيب. حمايتنا انت لا تخاف. طيب. زين. ما اكو ناس اعطيتهم تطمينات ان يجون بحمايتكم وانضربت عليهم طلقات؟ مثل من؟ شيوخ الجنوب؟ لا ذا ما كانوا شيوخ، ذا ضباط بالداخلية كانوا، والناس عرفوهم وشبرهم يعني الصفويين ما اذوك ببغداد؟ شحدهم اذا ليش بدأت تحضر جلسات المجلس؟ مزاجي. مزاجك؟ مستقبل العراق بمزاج؟ انت مدفوع علي ظاهر دولة القانون دافعك علي. من دولة القانون. انتقل. طيب قبل ان انتقل الى محور اخر بالحديث، اللقاء اللي صار بيناتنا اليوم الان وانا اجلس في مركز محافظة الانبار، هذا كان مدفوع من دولة القانون مثل ما اتهمتني لو نتيجة تنسيق بيني وبينك؟ ما فهمت قصدك. هذا اللقاء الان اللي بيناتنا دا يجري، انت قبل شوي تقول لي مبين عليك مدفوع من دولة. اي مؤسستك يعني اسئلتك استفزازيه نوعا ما وتحاول يعني تشوش عليه المشهد. ما تقدر لا انت ولا غيرك. عليك فيتو ايه؟ من الاعلام العراقي كما تقول انت. اي نعم. لانه القنوات العراقيه انا اعرف الكثير منها مستقله. انت تقول علي فيتو. زين. وانا جيتك الى هنا ودا ناخذ اكثر من ساعه و10 دقائق، في نهايه الامر تتهم هذا اللقاء مدفوع من دوله القانون؟ مو اللقاء، حضرتك مدفوع. وانت منين مدفوع؟ انا من قطر مدفوع. اكيد من رمادي مركز محافظه الانبار، انا هاي اكد عليها. عاصمه الاقليم ان شاء الله. وانت رئيس الاقليم؟ الله اعلم. اي واحد يصير. مخطط تركي بالاربعه ارهاب. 4 سنة قصدك؟ راح يروح المجلس النواب. 4 سنة. راح يروح المجلس النواب. 4 سنة مو 4 ارهاب. اي ما يخالف، ما انت متبنيه بس لا تفرضه علي. لا افرض عليك طبعا. لا تفرضه. كانت منصة صغيرة مو هالكبر. شوي تطورنا هسه الحمد لله، منصة كبيرة وامنية مرتبة. زين. رجل صعد المنصة كان موتور. زين. سلام ما سلم علي. رجاء بس اي كان عصبي. كان عصبي بس استخداماته كان ما اسمح بها دكتور. رجاء دكتور انا عندي فلتر على المصطلحات. تفضل. الكلمة اقولها عنها 1000 مرة مو مرة. خليها ببالك. ما يخالف. الشهر السابع. حرام عليك، ما كل العراق يشوف اللقاء هسه بيني والله محشي غير الحق والله. وانت تقسم الان ايه؟ انتخابات الانبار بغداد اجلتها لو مجلس المحافظه مالتكم. هو صالح. هو شنو؟ قلت القناه بغداد انك تلقيت تهديدات بالقتل من قاسم سليماني. اي نعم. يعني قاسم سليماني لو اراد ان يتحرك ضدك كان عرفت انت بالموضوع؟ لو كان الامر يكون سري. لا عندنا الحمد لله. عندنا ناس خيرين يجيبوا لنا معلومات من هنا وهناك. اخر شيء هسه ورا ما جاء هذا الاخرق مصلحي سود الله وجهه وجه ايران. قوه الان. مو قلنا دكتور هسه ما صح المطلق هذا من دعايه انتخابيه. ما باكر عقبه. لا انت دكتور رجاء راح تخالفنا وياك. ما باكر عقبه هيئه الاعلام والاتصالات. يعني اكو خطوط لازم. دعوه جديده لازم ما نعبرها بالحديث. لازم ما نعبرها بالحديث. مو ديمقراطيه بالعراق هسه؟ اي ديمقراطيه، مو شتم الاخرين والله ديمقراطيه. ما شاء الله مشروع وطني له صفقات وفلوس ومناصب. ما ادري. يلا السؤال الاخ يلا. لا ضيعوا افكارنا. نحكي على قاسم سليمان لو بعد من نحكي عليه. يعني انت تريد، يعني انا سالتك عن قاسم سليماني وجاوبت له كل من عدوك بال عيني. سبحان الله، صار لنا ساعه نتحدث اكثر من ساعه ما تحدثت باسم العراق. لا بعد هذا الحوار راح نرجع احنا سالمين لبغداد.